بصفه عامه والانتشار الجيد للعب الاهلي. لو انت طلبت حاله سنتحدث عنها. هتكلم الاول قبل في المجمل. الثلث ساعه الاولى كانت مختلفه خالص. الشوط الثاني الثلث ساعه كان فيها تراجع نسبي وتراجع طبيعي جدا بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي نظرا للضغط الكبير المعمول من لاعيبه اورلاندو اذا كان باسيلا او كلاتي او مياني او سوجوليلا، كان لاعب راس حربه ثاني، وجاليه كان بيلعب تحتيهم، وكان ساب مانياسا فقط لا غير كلاعب ارتكاز، يعني لاعب بخمس لاعبين. تراجع كان موجود، ولكن هي المشكله الاكثر كانت في طرفي الملعب بالنسبه لسيد وبالنسبه لشريف، دخلوا جوه العمق الدفاعي وقلت شويه الحته الدفاعيه بتاعت وليد وبتاعت عبد الله السعيد، كانت بدني كانت موجوده من ثلث الملعب. بس انا عجبني بعد كده المعدل البدني، نتكلم على 90 دقيقه اكثر من ممتاز. حته بس قله التركيز في الهدف اللي دخل زي ما اتكلم نبيل على حته ان عبد الله السعيد خرج فعلا لاعب لازم يكون موجود. خلاص انت دقيقه عندك، ممكن عبد الله يكمل مع متاليبا، خلاص انتهى الموضوع. وهذا ما كان يفعله عبد الله طول المباراه. 3 التنظيم، الاهلي لم يخطئ. التغطيه العكسيه لما اجدها في الاهلي منذ فترات كثيره جدا كانت ممتازه. الكرات العاليه الاهلي لم يخطئ فيها النهارده على الاطلاق. التغطيه من طرفي الملعب، سيد معوض النهارده وشريف عبد الفضيل بيقدموا رساله لبرادلي ان الاثنين ممكن يلعبوا طرفي الملعب اكثر من رائعين. احمد فتحي وحسام عاشور كلاعبين ارتكاز كانوا اكثر ممتازين. الادوار الدفاعيه بتاعه عبد الله السعيد مع وليد سليمان حتى في الاربعه مع الخمسه اللي تحت، في نص الخمسه اللي تحت اللي هم الدفاع كانوا اكثر من ممتازين. الانتشار بعد دومينيك شفنا اهلي مختلف، شفنا اهلي بابو تريكه بدومينيك بعبد الله السعيد بوليد سليمان في الثلث الاخير، ودي الحاله اللي احنا هنجيبها. طب تبديل دومينيك كان مبكر ولا متاخر؟ في دقيقه 65 كابتن. لا انا شايف ان هو في التوقيت السليم. ممتاز. يعني تقريبا 20 دقيقه بعد بدايه الشوط، يعني دقيقه منطقيه منطقيه. وهو لاعب حتى لعب واشتغل اكتر على العمق الدفاعي اللي اتكلمنا عليه انا وكابتن خالد وكابتن نبيل بين الشوطين، ولعب كمان على الانتشار. انتشار الاهلي في اخر ربع ساعه كان مختلف تماما. انتشار الاهلي ما سابش مساحه، ضغط اكتر على اطراف الملعب، ساب عمل ضغط على كمان الاربع مدافعين اللي كانوا عاملين مشكله النادي الاهلي انهم بيتقدموا كتير. ده في رايي من نزول دومينيك وبعد كده الانتشار بتاعت لعيبه النادي الاهلي. هذا الانتشار طبعا التي كنت تتحدث على كابتن خالد في الدقيقه 75 وفي الدقيقه 76 النص الثاني من الشوط الثاني كان مختلف خالص. الاهلي انتشاره كان عالي قدام وانتشاره في الثلث الاخير، وده لوحده كان كويس جدا. نمشي بالكره كتير هتلاقي النادي الاهلي بيضغط رايح 1 على 1، وده معدل بدني ممتاز، تركيز ممتاز، تنظيم اكثر من رائع، انتشار اكثر من رائع. كل ده في رايي كان في رايي تجهيز ممتاز جدا من محمد يوسف، واختيار موفق لاحمد فتحي وحسام عاشور في السرعات بالنسبه لنص الملعب عشان يقدروا يسيطروا على الملعب. الكره دي في الاخر شوف هتحصل فيها، يعني ده دليل على قيمه النادي الاهلي في جماعيه ادائه كمان اثناء المباراه. بص كل لعيب مضغوط عليه يا كابتن نبيل، كل لعيب في كل ارجاء الملعب مضغوط عليه، وده شيء ممتاز.